يكمر لي فلوسي بتاع الخزنه، يكمر كده. هو انا بشحت؟ معلش حاسب بس. لا لا عيب، لا عيب. لا لا ما كده ما تاكلش ولا تشربش، ده انا هقلع لكم ملط. لا لا عيب، يتعاملوا معايا لا لا عيب، عيب. يا اسمك إيه؟ استنى خد اروحايه يا حبيبي، خد. اسمك ايه؟ مش مشكله الديانه، عادي يعني اي حاجه. يا عم شقوب على فكره هو ما يقصدش. مين اللي ما يقصدش يا ميار؟ انا راجل شيك، اتعامل بشياكه. معلش. تديني شيك، انما اتعامل بشياكه تحطني على مكنه الحياكه؟ عيب. لا لا تقبل اعتذارنا، وواحد كان هنا لعم شقوب. لا كان ايه؟ كان زمان، مش هشتغل انا دلوقتي، سيبيني. طب اهدى عشان خاطري، احنا عايزين نبدا الحلقه. لا حلقه ايه؟ ده انتوا حلقتوني حلقه يا ميار، ما يطلعش بعدها شعر. لا مش شغال دلوقتي، خلي احمد ينزل باي حاجه. معانا فقره الاخبار. طيب نروح نشوف فقره الاخبار ونرجع تاني. انت تعرفي محمود فرج؟ ياسر فرج، ممدوح فرج يا عم شقوب. الله يرحمه، ساب حاجه من ريحته جميله. بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن 30,000 وظيفة مدرس شاغرة، تقدم 3 مليون مواطن للتقدم للوظيفة. وقد صرح مصدر مسؤول بمديريات التربية والتعليم أنه لا وساطة ولا محسوبية ولا وظيفة. أعلنت وزارة التعمير والإسكان عن طرح قطع أراضي للشباب محدود الدخل بمقدم بسيط 100,000 جنيه والسداد على سنة. افرحوا يا شباب. بعد نقل الباعة الجائلين إلى موقف الترجمان وعمل حفل فني كبير أحياه الفنان شعبان عبد الرحيم ومحمود الليثي، صار بعض الباعة الجائلين وطالبوا بوجود حفل الصفيناز، ورفعوا شعار مش عاوزين عيش ولا غاز، نفسنا هزة من صفيناز. بالنظر إلى مؤشر النقود نجد أن هناك ارتفاعا تدريجيا في معدل النقود المتجه تجاه قناة السويس بمعدل 64 مليار. أما بالنسبة لمؤثر النقود القادم من أوروبا الشمال الغربي نجد أنه منخفض وتأثر بالموجة الباردة القادمة من تركيا. أما بالنسبة لمؤشر النقود القادم من أمريكا نجده في شكل هبة أو صفاء متفارق، لأن هم بيفرضوا شروط، ومن الآخر مفيش حد بيلوي دراعنا. ما تجيب قهوة يا محسن. وبنشكر زميلنا زكي ابو العنين على نشرة الاخبار. مين اللي بتشكري؟ بتشكري ايه؟ مين ده؟ ده زميلنا يا عم شقوب، ده دفعة 2004 اعلام، ده الاول على الدفعة يا عم شقوب. الاول على الدفعه جاي عندي ينيل ايه؟ ده جاي امبارح اول يوم تدريب ليه يا عم شقوب. تدريب ويلعب النهارده؟ انتوا فاكريني شوي غريب؟ في ايه؟ انتوا بتجربوا فيا؟ حد قال لكم ان انا بلم الفرز باخد الكاس؟ ما هو فيش حد شغال غيرك يا عم شقوب. القر ما هي كان ما حدش بيقر عليه، يعني ايه؟ راح عمل في الجزيره ما حدش اتكلم، طلع في CDC ما حدش اتكلم، انما انتوا بتقروا عليا انا يعني ما حدش بص لهيكل في اللقمه. انا مش اقل من هيكل يا ميار، انا عايز فلوسي. يا عم شقوب ما تحرجناش بقى قدام المشاهدين، ليك وهتاخد علينا وهنديك. انت من ابو كبير ولا ايه يا ميار؟ ايه السكه دي؟ ليك وهتاخد ولابوك القطر وامك اسكانيا وبقى جابني على المزلقان؟ لا عيب. يا عم شقوب اللي عند الحكومه ما بيروحش ولا بيجي يا ميار. يا عم شقوب، كله متأيد ومتسجل. الله، برافو عليكي، تاخدي ارواحاي. طالما بتسجلي يبقى هي نقطه. خدي يا ميار ارواحايا، عشان انت بتسجلي اللي ليكي واللي عليكي لحسن تطلع عينيكي كده انتوا بتدوني نقطه يا ميار. نقطه ايه يا عم شقوب؟ انا بتكلم على اجرك يا حبيبتي، هي كده بانت، انتوا بتديني نقطه وانا بردها في شكل معلومات موثقه احيانا يعني. بس ايه موضوع النقطه ده يا عم شقوب؟ النقطه، في نقطه بتجيب الدوري وتضيعه، وفي نقطه يجيبها حاكم لشعبه فيخلعه، وفي نقطه من اول السطر، وفي نقطه وسحبها. عالطبلة وسمعني سلام سعيدي. اصحى 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 اصحى.
مسحراتي ده ايه اللي اصحى اصحى بيصحي الناس؟ ده يظهر يا عم شقوق حد دخل من الاستوديو اللي جنبنا. انتوا قريبين قوي كده من بعض. الاستوديوهات قريبه من بعض. ماشي ماشي. المهم النقطة في مصر يا ميار بتبتدي من لحظة الميلاد ولحظة وصول الجنين للحياة. و 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 خلي بالك من الواد، انا نازل يا سعاد. خلي بالك من الواد، انا نازل يا سعاد. الصوت يا جماعه ايه ده؟ ايه يا ميار ما تكلموا سعاد تخلي بالها من الواد ولا تعمل حاجة؟ ولا ايه ده الأسرة والطفل ولا ايه؟ معلش يا عم شقوق خلينا بس في لحظه الميلاد. كمل. انت بتاكليني يا ميار، ما انت شايفة انا حاسة ان انا جيت المراجيح. لا معلش هو الصوت بس قريب شويه. كمل لحظه الميلاد. لحظة الميلاد بيتولد في مصر عندنا الطفل صغنن كده، تيجي بقى العيلة وعيلة العيلة وقرايبه وكل واحد جاي يدي النقطة. ده بقى بيبقى مش هقول كل واحد حسب ظروفه الماديه، في 5 جنيه في 10 جنيه. ما انت من ابو كبير فعلا يا ماهر، فعلا. امال كام يا عم شقوق؟ ايه 5 جنيه ايه؟ ده الخمس سجاير فرط يعملوا لهم 6 جنيه يا ميار. انت اي كلام. لا دلوقتي مثلا بتلاقي 50 كواني، 100 كواني. ايه الكواني ده يا عم شقوق؟ الكواني هو الكواني ده يا أبلة ده في الزمن الحديث، إنما في العصور الوسطى كان اسمه لحلوح، وبعد كده سموه جند، وبعد كده دلوقتي اسمه جنيه. عاملة إيه يا أبلة؟ تعالى يا لحلوح، تعالى يا حبيبي. حبيبي يا عم شقوق. انت مش قاعد في الاستوديو اللي بره وقلت لسعاد خدي بالك من العيال؟ آه ايه اللي جاب اهلك هنا؟ ما هي راحت تاخد بالها من العيال. طب روح ردع ولا يلا يا اطلع بره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ميار؟ ده جاي مع الانتاج يا عم شقوق معلش. يعني ما طلعش الاستوديو اللي جنبكم يا ميار؟ لا ما طلع الانتاج بقى معلش يا عم شقوق. لا يا ميار الحلقه النهارده فيها حاجه غريبه. انا حاسس ان انا بندحر يا ميار. وبكده بقى يا عم شقوق تنتهي مرحله الولاده صح؟ انا بيعجبني فيك يا ميار حاجه، ان رغم اللي كل اللي حاصل ده وتروحي عامله كده وتروحي قايله واكن ما حصلش حاجه. قطعنا احنا قطوع على اللي داخل ده. ما احنا لازم نكمل حلقتنا يا عم شقوق. نعمل ايه معلش؟ نكمل بقى. وصلنا لمرحله الولاده. ليه مرحله الولاده يا ميار ما انتهتش يا حبيبتي، دي ابتدت. في تقاليع بقى بتطلع علينا في مرحله الميلاد دي، تقاليع لا انزل الله بها من سلطان. اول تقليعه ان لما الست تولد قال ايه؟ ما حدش يخش عليها لا بلحمه ولا طماطم ولا يحلق دقنه، يقعد معفن كده لغايه ده لما ليه تخلص. بقى يا عم شقوق؟ قال ايه؟ يعني هم بيقولوا كده ان عشان ما تتكبسش. ما تتكبسش يعني ايه تتكبسش؟ انا عارف احنا جايبين بطه ولا جايبين ايه. لا ما تتكبسش يا ميار، يعني ان هي اللبن بيقطع. يقطع ازاي يا عم شقوق؟ يا ميار الرقابه تشيلي، لا قلنا اشرحها لك ازاي. بيتبني سد النهضه على اللبن فما ينزلش. اللبن الصناعي؟ لا الطبيعي. يا اخوانا اشرحناها ازاي دي؟ خلاص فهمت يا عم شقوق. فهمت. ده غير هز المولود في الغربال يا عم شقوق. دي اسوأ عاده في المواليد يا ميار، سيئه. ليه يا ميار؟ انت لما بتمسك الولد في الغربال بتعمل ايه؟ بتقول له اسمع كلام امك، اسمع كلام ابوك، ما تسمعش كلام ستك. اشمعنى ست يا عم شقوق؟ كده ست تزعل. تزعل ايه؟ ده بتبقى فاتحه بقها لغايه ودنها لان هي اللي مجنداه. يسمع امه وابوه يقولوا ايه ويروحوا يقول لها، تقول له خد يالا امك طبخه ايه؟ يقول لها فراخ يا ستي. تقول شوف الناقصه ما جابتش فراخ. مرات ابنك طبخه فراخ وما بعتلناش. ما تسمعش كلام تستك رؤية. ايه ده اسمع كلام خالو انا. من فضلك اسمع كلام انا رؤية. عبد الرحمن قول له حاجة. ده غير بقى يا عم شقوق الناس اللي اكيد جايه تنقط. ما هو كله سنة في ودين، حتى المشي لأم حسين. امال ايه؟ اشكال بقى. اسبوع بيبقى لامم وتلاقي بقى حبايبك اللي هم بيحبوكي بتوع عارفاهم دول؟ ايوه عارفاهم. بتلاقي الاشكال دي في كل اسبوع. اتفرجي ما هم برجالاتك يوم ورا يوم يبقى بشنبات. يوم ورا يوم يبقى بشنبات. تقوليش يا اختي مخلفة صرصار. يا اختي قولها تكبر، هي هنا عليها تعمل سبوع زي الناس. الكيس كله حمص ووزداني وشويه فشار، لكن لا درسايه ولا كراميلايه.
ده غير انه مكمكم. أيوة. تقوليش من اسبوع الواد اللي فات. ما تفكرنيش بقى باسبوع الواد اللي فات، قطع هو وامه. نقطتها مرتين ب 20 جنيه، كل مره ب 20 جنيه. اللي تحط في رجليها شويه ملح وتيجي تنقطني وترد النقطه ابدا. عملت نفسها من بالها. اخسي اقصى عليها مره ناقصه. ده كان امتى يا كيدان؟ جرى ايه يا فرسان؟ انت نسيتي يا اختي ولا ايه؟ يوم ما غيرتي يا حبيبتي قعده الحمام البلدي وعملتها فرنجي. ناقصه بالك. انا لو منك والنعمه الشريفه ما دخلها الحمام ولا تشوفه بعينيه. فشر تشوفوا ده ايه يا حبيبتي؟ هو حمام اي كلام؟ ده جوزي يا حبيبتي جايبهولي من محلات دي ركبه. عندك دي ركبه، عندك حمام. الراجل ما استخسرش ومركب لي الحوض بركبه. وهي يعني كانت جات ولا عفرت رجلها تراب حتى تنقطني؟ بالك انا اخر مره منقطاها بفضلة خيرك ازازه حاجه ساقعه من طويله حبيبتي والله العظيم، وكيس سكر قد كده وازازه زيت طول الواد الكبير ابنها وصابونه قد كده من ام ريحه، ولا جت ولا نقطتني. وده كان امتى ده يا فرسان؟ اسكتي ما تفكرنيش، انا متضايقه منك انت وهي. انت ولا هي جيتوا نقطوني. اخصى عليا. ده كان امتى يا وليه؟ ما تفكريني. يوم ما بسلامته عطيه ساقط في الاعداديه. طب ده ساقط يا وليه. والنبي يا اختي المدرس اللي بيديله ده على درجتين، وحياتك درجتين. المدرس بتاعه اللي بيديله الدرس قال انه ناقص له درجتين، يبقى يعني يعتبر ناجح. ده غير ابو عطيه كمان، ما عرفتيش؟ ايوه. وحياتك يخليك ليا يا ابو عطيه فرق ساقع على الحاره كلها. طب ولا انت ولا هي نقطتوني. طب بس بقى اضحكي عشان بتبصي لنا. حبيبتي والله. منورين يا حبايبي، عقبال عندكم. نورك يا حبيبتي، عقبال ما تخاويه. تعيشي مش عارفه مبسوطه على ايه بلا وكسه. تقوليش جايبه ابو تريكه. ابو تريكه ده ايه؟ ابو حفيظه، ابو جلامبو. قولك يا حبيبتي، ده الواد صغير كده وودنه قد فردة الشبشب ولا مناخيره مفلطحه شبه ابوه. اعوذ بالله. لا ما انت مش عارفه، اكيد شبه ابوه. ما هو ما كانش لامه ولا لابوه يقولوا منين جابوه. صح يا اختي. منورين يا جماعه. بنورك. لسه كنا بسيرتك. الخالق الناطي ابوه. حلاوه ايه؟ طعمت ايه؟ جمال ايه؟ مش كده ولا ايه؟ طب في مراحل تانية غير مرحله صباع مش هقول؟ طبعا. هو النقود بيبطل؟ البلد عايزه جلده كله بينق. ايه تاني؟ مرحله الجلابيه البيضاء. جلابيه بيضه؟ لا بصي انت ما تستغربيش، مش هي شارحه نفسها. مرحله الجلابيه البيضاء زي اللي جاي من الاستوديو اللي جنبنا ده جوز سعاد. بيلبس الجلابيه البيضاء ويمشي وضع الثمانيه واديها بقى نقطه بقى. يمو المطاهر رش الملح 7 مرات 8 مرات. احلى سلام وتحيه لعم شقوق. افندينا يا ميار، افندينا يا ميار. خد يا حبيبي. شكرا عم شقوق. بص يا ميار، استنى يا حبيبي كده. انا هطهر المكان من الاشكال دي لان الاستوديو تقريبا اللي جنبنا لامم يعني. هنظبطه. خلي الواد يعرض اي حاجه عبال ما 7 مرات تعال 8 مرات 7 مرات. اخر مره دفعت فيها نقطه كان امتى؟ لا ده كان زمان، من بتاع 10 سنين. سنة 6 ابتدائي. كنت ناجح. لا لسه انا فرحه بعد العيد. عندك كراسه صفرا مسجل فيها النقطه؟ هي لونها بني. مسجل فيها النقطة. صفرا برضو؟ صفرا. لا اكيد ما عنديش كراسه بسجل فيها. عندي كراسه ايام الربع جنيه. انا ما بسجلش. في كراسه بنسجل فيها طبعا. نقط ما بلمش، لا ما بسجلش. لا انا بنقط ما باخدش نقطه. انت بتنقط بس؟ بس. اخر نقطه دفعتها كانت من امتى؟ 100 جنيه من 3 4 اشهر. دفعت لبنتي، دفعت لها ما شاء الله، دخلتها المدرسه، دفعت لها انا الفلوس بتاعتها حضرتك بتاعت الحضانه، ونقطتها وجبت لها حاجات بتاع 1000 جنيه وزياده. اخر مره اتنقطت فيها امتى؟ لا ده زمان قوي. مش فاكر. من بعد ما اتجوزت ولميت النقطة بسدد النقط بس ما بلمش من نقط من حد. لميت كام في النقطه؟ لميت اللي فيه النصيب. اللي عليه النقطه وما دفعش ولا حاجه. اعمل له ايه؟ هموته؟ اسامحه، ما ممكن يكون ظروفه ما معهوش.
عم شقوب هو زمان كان في نقوط ولا نقوط ده من العصر الحديث؟ مطراد، والله هجردك من كل اشياء. هشيك ملت مليونين اوعى. ها يا عم شقوب. بتسالني انا؟ انا عم شقوب. ايه عايزه ايه؟ النقوط من العصر الحديث يا عم شقوب؟ لا، النقوط ده من قديم الازل، من زمان في حياه المصريين. ايوه. المسلات دي كانت تعتبر هي الكراسه الصفراء للي بيحصل اليومين دول. دي متسجل عليها إيه اللي جه، إيه اللي راح، سجل اللي عليك عشان ما يطلعش عينيك. ما هي كده. أيوة. فكان في مسلات تصدر اسبوعيا ومسلات تصدر شهريا. أيوة. متسجل عليها يعني مثلا معبد ابو سمبل مليان على الجدران. لا ده راجل محترم. لان دي الحاجات اللي جت لسمبل لما في نجاحه، في ميلاده، في الجلابيه البيضاء. أيوة. لا كان الراجل ده بيرد النقطه ابو سمبل من زمان. قول لنا بقى يا عم شقوب كده خلصت خلاص النقطه في المرحله دي؟ لا تخلص ايه، بتريح تيجي تروح هجمه عليكي في سته ابتدائي، تروح تنقطي العيال اللي نجحت، تريح تروح هجمه عليكي في ثالثه اعدادي. أيوة. وثالثه اعدادي بقى دي تريحتها حاجتين، اما الولد يطلع ثانوي عام وساعتها انت تقب بالنقطه، او انه يروح بقى دبلوم وساعتها انت ايه بتكنف النقطه وتروح للولد تقول له عيب. فكرتني بموضوع الثانوي ده يا عم شقوب، دي الاهالي بيطلع عينيها وبتتعب جدا مع الولاد عشان يفضلوا يذاكروا طول السنه عشان يدخلوا بقى كليه القمه ويجيبوا مجموع. انت منين يا ميار؟ انت بيضه خالص كده، فيش الكلام ده. لا يا حبيبتي، الموضوع ده كان بيحصل الاهل تتعب مع اولادها عشان حاجه واحده. ايه؟ كل ما المجموع كبر كل ما النقطه بقت كبيره. عشان ليلى نظم تفرح. ليلى قالت ايه يا ميار؟ قالت ايه يا عم شقوب؟ جاي منين؟ من الثانويه، رايح فين؟ على الكليه. انهو كليه؟ انهو كليه يا ميار؟ الولد يقعد تايه. يبقى الولد بيدرس في تجاره، بيقعد على كافيتيريا حقوق، مشبط سن في زراعه، وهو بيحب في صيدله. كليه ايه؟ اي كلام. طبعا مش شقوب نيجي بقى على مرحله ليله العمر، عريس الهنا بقى. انا اعرف في ناس بتتخطب وبعد كده تفك الخطوبه والعروسه بتاخد الشبكه وبعدين ترجع تتخطب تاني، يعتبر ده نقوط يا عم شقوب؟ انت عملتيها كم مره يا ميار التجربه دي نصب يا ميار، عيب. ما نعملش انا الحركه دي، لا عيب. دي بيستثمروا في البنت، ياخدوا شبكه الواد وياخدوا شبكه الواد وبنوا عمارات. ده لا بقول لك مجهودنا والله عرقنا، البنت شغاله كويس. ايه الكلام؟ لا عيب. اللي يسال العريس والعروسه انت لميت كام، خدت كام، بيتقال له ايه؟ انت مال امك انت مالك، انت مال شكلك، وانت مال اهلك، انت مالك انت، مش شغلتك انت خالص. دي اسرار ومكتوبه في الكراسه، دي بين العريس والعروسه في علاقه لطيفه. ليله الصباحيه ما تيجي بصي. سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده، قالوا لي طيبة قلبنا بتعمل اكتر من كده. ايدك لاكسرها لك يا ولية، مش النقطة دي علينا احنا الاتنين؟ لا طبعا دي نقطتي انا، اهلي منقطيني بيها. يا نهار اسود، واخو الفرح كان قدام بيتنا وابويا قال لي هات لي ارضية، اجيب له منين انا دلوقتي؟ اتصرف. لا انا كده هطور عليك على فكره. لا ما تتهورش، كله الا النقطه انت عارف. لا بقول لك ايه، طب اقول لك على حاجه. احنا ننصص. لا يا حبيبي، احنا ننصص في اي حاجه، انما النقطه لا. انا كنت عارف ان انتوا علواتيه ونصابه، وعشان كده المطبخ انا جبته على مونتال عشان الصراصير وعشان توفير في مبيدات. بقول لك ايه انت تعالي. ايه ده يا عم شقوب؟ ده كده الموضوع انتهى نهايه وحشه خالص، ده طلقها يا عم شقوب. علاقه خاصه لا يتدخل احد، ممكن بعد شويه يردها، دي علاقه رايحه جايه. لا عادي. طب احنا مكملين معاك يا عم شقوب، لكن معانا مجموعه من الاتصالات التليفونيه وناخد اول اتصال ونقول الو. مساء الخير. مساء النور. معاكم محمد المحسوب من المطريه. مطريه؟ احسن من الحاجه الناشفه، بحبهم بتوع المطريه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه مجدي عبد الغني. اجابه ايه؟ هو احنا في مسابقه؟
مش النيل للرياضه مسابقه مين اللي جاب جول لمصر في كاس العالم؟ لا حضرتك دي قناه نايل كوميدي. طب ممكن حضرتك توصليني للنيل للرياضه؟ هي جنبكم بأوضتين انا عارف في نفس الطرقه. انت طالب كابينه كام يالا؟ ايه اللي وصلوني؟ انت تايه ولا ايه؟ لا وعلى العموم نجاوب عليه، ما بقالش حاجه وحشه برضه الولد يا بتاع المطريه. ايوه اسمع يا حبيبي هجاوب لك. مجدي عبد الغني نقط على مصر في كاس العالم 90. جاب جون. صرفنا مليون جنيه ورحنا جبنا جون في كاس العالم، بس حلو، يا ريت نروح تاني ان شاء الله ونرد النقطه. حلو. شكرا يا مطريه. على العموم بنشكر المتصل جدا، ونرجع بقى لموضوعنا يا عم شقوب. هي الدايره دي ملهاش نهايه؟ لا يا حبيبتي، ليها نهايه ايه؟ ده دايره مقفوله لا نهايه ولا بدايه، وبتوسع توصل لغايه لما توصل الدول. تروح الدول برضو بتنقط بعض وعندها كراسه صفراء. ازاي هو في بين الدول نقطه؟ لا امال ايه؟ مصر يا ميار هوريكي، انا معايا هنا مجموعه حاجات من الكراسه الصفراء بتاعه مصر. اهي هي دي، شوفي كده يا ميار. عم شوف وريني كده. هي دي. بريطانيا العظمى. مصر ليها عند بريطانيا 3 مليون جنيه استرليني، نقطناهم بيها لما اتزنقت. رحنا ادينا انجلترا في الحرب العالميه الثانيه. والصك فين بقى يا ميار؟ فين بقى؟ الوصل اللي متاخد عليهم عندهم. شفت احنا قد ايه شاطرين. في بقى المفاجاه وده السر. تمثال الحريه امريكا. تمثال الحريه ده كان جاي لمصر وامريكا خدته لهفته. تمثال الحريه ده كان بتاعنا. كان جاي يتحط على قناه السويس، واحنا كنا بقى عاملين اوبرا وطالعين نهضه يعني، فجابوا لنا امريكا خدته. عم شقوب انا معايا تليفون وانا معايا شاحن سن رفيع اجيبه لك. يا عم شقوب ما بقولش معايا تليفون، معايا اتصال تليفوني، وده تليفون من بره مصر من امريكا. من بره. الو. مستر شقوب يقول اكاذيب ويشوه حقايق. تمثال حريه دي بتاعت امريكا، عمره ما كان مصر. ده مشلول ده ولا ايه؟ لا يا عم شقوب ده اجنبي كده يبقى اجنبي. ما شاء الله الاجنبي اتقدم والله. يا خواجه كان يو سبيك انجلش؟ نعم انا اتحدث الانجليزيه الفصحى. هي كده فصحى؟ ده كده بقت فصحى. يا كان يو سبيك انجلش يا حبيبي؟ يس. اتكلم بقى، قول اللي انت بتقول. احنا بنتكلم على تمثال حريه بتاعنا. بتاعكوا ايه يا ابني؟ انت جاي من انه حته يا بتاع انت؟ بتاعكوا ايه؟ ده بتاع مصر. هسألك سؤال وترد عليا. التمثال لابس ايه؟ التمثال يا ميار، تمثال الحريه لابس جلابيه يا ميار. ده لو بتاعهم زي ما اخرس بتكلم انا. الله، لو التمثال ده بتاع امريكا كان زمانه لابس ايه؟ ميني جيب، ميكرو جيب، بلوزه جيب. طب واخواننا في المنطقه العربيه يا عم شقوب؟ لا انا في نقود في المنطقه العربيه يا ميار. احنا ده حق الاخ على اخوه. طبعا. لا ما فيش. احنا الكراسه الصفراء بتاعت مصر ما فيهاش عرب. ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو. معكم حمد بن جاسم من دوله عربيه شقيق. اتفضل. هو يا حمد انت ما فيش غيرك بيتفرج على البرنامج؟ تصحى بدري تمسك الحكم وتقعد تتفرج على البرنامج؟ يا ريت يا عم شقوب وانت بتسجل في كراسه مصر تسجل اللي احنا نقطنا بيه بتاع ال 500 مليون دولار. عيب اخصى عليك. انت اديت المصريين 500 مليون دولار. اللي اديته يا اخويا روح خدوا منهم. يا بتاع ال 500 مليون روح يا اخويا خدهم منهم. شوف اديته لمين. ويا جاسم حاسب على نفسك يا حبيبي، حاسب انا ما تخشش الحمام لا ابنك يقفل عليك ويشقلطك وياخد منك ماني بالشغله دي. امشي. اشكال دي ما يعرفوش قيمه مصر دول يا ميار. مصر يا حبيبي مش عندها كراسه صفرة بس، عندها كراسه حمراء. احنا نقطنا بدمنا يا ميار، نقطنا بدمنا. اللي جاي بيتكلم ما يعرفش قيمه مصر. مصر هي ال3 احرف الساكنه اللي شحنه ضجيج. مصر. حبك اصيل وكفايه انه اتخلق ويايا. حبك اصيل وكفايه
اتخلق ويايا يا زادي مع زوادي ما في الدنيا زي بلادي وميتي وهوايا حبك أصيل زي كده واحنا الدليل على الحب ده وملوش مثيل من الابتداء كمان ملوش نهاية حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا مصر الأصالة، مصر الإيمان، مصر الأخوة والحب، هي دي مصرنا. الحقد ما عرفناش، ما هوش في بلدنا أبدا.